الناس بتقعد تحلم بالتغيير وبيستنوا التحفيز يجيلهم زي السحر. بس انت هتعمل حاجة مختلفة تماماً. انت هتاخد ال90 يوم الجايين دول، الأيام الضلمة الهادية القوية، عشان تعيد بناء نفسك من الصفر. أنا مش بتكلم عن جرعة حماس بتخلص بعد 3 أيام، أنا بتكلم عن تغيير حقيقي في هويتك. نسخة منك بتصحى كل يوم وعندها هدف، نسخة منك بتقوى في الوقت اللي الكل بيستخبى فيه من البرد. لأن دي الحقيقة، لو استغليت الشتاء ده صح، لو فضلت مستمر، لو اخترت النمو بدل الراحة، لما الربيع يجي انت مش بس هتحس انك مختلف، انت هتكون شخص مختلف. هتدخل الموسم الجديد بشخصية الناس مش هتعرفها، شخص أحد وأذكى وأكتر انضباطاً وتركيزاً. فاديني دقايق من وقتك وأنا هديلك الخريطة اللي هتغير بيها حياتك كلها الشتاء ده. ليه مرحلة الشتاء بتغير حياتك؟ فكر كده اللحظة، الشتاء ده عبارة عن إيه؟ كل حاجة بتهدى، الناس بتقعد في بيوتها، الخطط بتتكنسل ودوشة الحياة بتسكت، العالم كأنه بيتجمد، وفي السكوت والفراغ ده حاجة قوية بتحصل. الشتاء بيديلك حاجة مفيش أي موسم تاني ممكن يديها لك. مفيش حفلات كل ويك اند، مفيش ضغط عشان تخرج، مفيش عزومات ما بتخلص، ومفيش مشتتات بتشدك في كل حتة. في بس انت وأفكارك والليالي الطويلة الضلمة. والحقيقة إنك ممكن تضيع الضلمة دي في السكرولينج والنوم والهروب من الحياة، أو ممكن تستخدمها عشان تولع نار جواك، نار بتكبر بهدوء وبتغيرك من جوه لبره. عشان كده الشتاء بيخلق ناس أقوى. ده مش فيديو عشان تحس بشعور حلو وتنساه بعد ساعة، ده نظام حقيقي. لو مشيت على ال5 أعمدة كلهم حياتك هتتغير، بس لو فوتت عمود واحد بس النظام كله هيقع. لأن التغيير مش إنك تعمل حاجة واحدة صح 100%، التغيير هو إنك تعمل الحاجات الصح باستمرارية. فلو جاهز تعيد بناء نفسك، يلا بينا. اتحكم في وقتك، حياتك فوضى ومليانة توتر لسبب واحد بسيط، روتينك اليومي ما فيهوش نظام. القاعدة الأولى: اختار ميعاد ثابت تصحى فيه وميعاد ثابت تنام فيه، وحافظ عليهم كأن حياتك متوقفة عليهم. اصحى في نفس الميعاد كل يوم، نام في نفس الميعاد كل يوم، ما فيش استثناءات حتى في الويك اند. العادة دي لوحدها كفيلة تظبط حياتك كلها. بعد كده اعمل روتين صباحي بسيط مدته 10 دقايق يظبط عقلك لليوم. اكتب 3 حاجات ممتن ليها و3 حاجات لازم تخلصها النهاردة. بعدها خد نفس بطيء لمدة 2 دقايق. ال10 دقايق دول بيدخلوا مخك في مود الانضباط قبل ما العالم ياخد فرصة يشتتك. القاعدة اللي بعدها: امسح الزبالة الديجيتال من حياتك. السكرولينج بالليل، فيديوهات يوتيوب اللي ما بتخلصش، جرعات الدوبامين السريعة اللي بتحسسك بشعور حلو بس بتسحب طاقتك. الحاجات دي مش بريئة، دي قيود بتخليك محبوس تعبان ومش مركز. اقطعها كلها وبدلها بانتصارات صغيرة وبسيطة. اشرب كوباية مية، اعمل 10 ضغط، اكتب جملة واحدة في دفترك. الانتصارات الصغيرة دي ممكن تبان تافهة، بس لما تكررها كل يوم بتبني قوة دفع حقيقية، من النوع اللي بيغير حياتك بهدوء بس بقوة. جسمك هو الأساس بتاعك، لو الأساس ضعيف كل حاجة هتبنيها فوقه هتقع. تركيزك، انضباطك، ثقتك بنفسك، وحتى طاقتك. فالقاعدة بسيطة: اتحرك كل يوم، اتمشى، روح الجيم، اعمل ضغط، اعمل استرتشات، أي حاجة، بس لازم تتحرك. اعمل كده حتى لو الدنيا ضلمة، حتى لو الجو برد، لأن البرد بيبني الانضباط، والانضباط بيبني هويتك. بالنسبة للأكل، انت مش محتاج دايت خزعبلات أو تحسب كل كالوري، بس احترم جسمك. كل أكل حقيقي، بروتين، وجبات مغذية، غذي جسمك كأنك فعلاً مهتم بالحياة اللي بتحاول تبنيها. وهنا بقى التطوير اللي معظم الناس هتهرب منه: انهي كل دش بمية ساقعة،
ابدأ ب30 ثانية، لما تبقى سهلة خليهم 60، بعدين 120. مش عشان دي حاجة ترندي، لا، عشان العادة البسيطة دي بتعلم عقلك حاجة قوية جداً، بتعلمك ما توقفش لمجرد إن جسمك مش مرتاح، وإزاي تفضل هادي حتى لو جسمك عايز يتوتر، وإزاي تفضل مسيطر بدل ما تخلي عدم الراحة يسيطر عليك. لما بتكرر ده كل يوم حاجة جواك بتتغير، عقلك بيبقى أصلب، انضباطك بيزيد، وثقتك بنفسك بتعلى. ننظف عقلك. معظم الناس مش بتعاني عشان جسمها ضعيف، بيعانوا عشان عقلهم عليه حمل زيادة، مليان دوشة ومشتتات وأفكار ما بتسكتش. الشتا ده انت هتعامل عقلك كأنه سوفتوير وهتعمل له أبجريد. الروتين بسيط، 10 دقايق تأمل، اقعد ثابت، اتنفس ببطء وسيب أفكارك تهدى. ادي لعقلك دقايق من السلام. 30 دقيقة قراءة حقيقية، مش سوشيال ميديا، مش بوستات قصيرة، كتب حقيقية بتعلمك حاجة عن الحياة، الانضباط، علم النفس أو النمو. 5 دقايق تفكير بالليل، اسأل نفسك أنا اتعلمت إيه النهاردة؟ حسيت بإيه؟ وإيه اللي ممكن أحسنه بكرة؟ كل سؤال بيقربك خطوة من فهم نفسك. الروتين ده بيبني حاجات مفيش أي أبليكيشن ممكن يديها لك، وعي بالذات، وضوح، وذكاء عاطفي. ولما عقلك بيبقى صافي حياتك كلها بتبقى صافية. اتقن مهارة واحدة قيمتها عالية، دي اللحظة اللي مستقبلك بيبدأ يتغير فيها بجد. اختار مهارة واحدة هتكون مهمة بعد 5 سنين من دلوقتي، مش 10 مهارات، هي حاجة واحدة بس تلتزم بيها تماماً. ممكن تكون تصميم، مونتاج، برمجة، كتابة، أدوات ذكاء اصطناعي، أي حاجة. اختار سلاحك واسقله كل يوم. ادي للمهارة دي ساعة واحدة على الأقل، ولو عايز تسبق 99% من الناس اديها 2 ساعة. بس هنا الحتة اللي معظم الناس مش بتفهمها، مش مجرد تتفرج على فيديوهات تعليمية وتقنع نفسك إنك بتتحسن. انت مش بتتعلم غير لما تعمل حاجة فعلا. لازم تبدع، اعمل تصميمات، منتج فيديوهات، اكتب سكريبتات، ابني مواقع. المهارات بتكبر لما ايدك تتحرك، مش لما عينك تتفرج. ولما الربيع يجي المفروض يكون عندك حاجة حقيقية توريها للعالم، مجموعة فيديوهات، مقالات، أي حاجة تثبت تقدمك، مش أمال وأحلام، نتائج حقيقية، حاجة بتقول أنا ما ضيعتش الشتا، أنا استغليته. الشتا مش عشان تتعلم نظريات وتخطط للأبد، الشتا عشان تبقى شخص بياخد أكشن حتى لو الدنيا ضلمة وبرد ومش مريحة. الشتا ده أنت هتبدأ مشروع، مش مهم كبير ولا صغير، المهم إنك تبدأ. قناة يوتيوب، تحول في جسمك، أي حاجة تزقك لقدام. الهدف بسيط، تثبت لنفسك إنك تقدر تخلق قوة دفع وقت ما تقرر، مش لما تحس إنك جاهز، مش لما التوقيت يبقى مثالي، لا، وقت ما تؤمر. كل أسبوع اقعد دقايق وراجع تقدمك، إيه اللي نفع، إيه اللي منفعش، وإيه اللي محتاج يتحسن. المراجعة الأسبوعية دي هي اللي بتخليك تتحسن بسرعة. ولما الربيع يجي أخيراً، أنت مش هتبدأ من الصفر زي أي حد تاني، أنت هيكون معاك خريطة واضحة لبقية السنة، وثقة بتيجي من العمل في الوقت اللي معظم الناس كانت نايمة فيه. هويتك الجديدة، تخيل حياتك كمان 90 يوم من دلوقتي، بتصحى بدري من غير معركة في دماغك، جسمك عارف إن ده وقت الصحيان، أوضتك نظيفة ومترتبة، مش عشان أجبرت نفسك، لأ، عشان الانضباط بقى هو الطبيعي بتاعك. جسمك شكله أحسن، وشك فيه حياة أكتر، وبتحس بقوة لما بتتحرك. عقلك أهدى، أوضح، عاداتك تلقائية، ومهاراتك بتتحسن كل يوم. ثقتك بنفسك بتزيد بشكل طبيعي، مش ثقة مزيفة. حاجة فيك حاسس إنها اتطورت، أنت ما بقتش نفس الشخص، لأن الشتاء مش بيكسرك، الشتاء بيصنعك، بيحولك للشخص اللي أنت طول عمرك نفسك تكونه. وعشان كده 90 يوم الجايين دول مهمين، لأن الموسم ده مش مجرد برد، ده مصنع، مكان تقدر تعيد فيه بناء عقلك، عاداتك، هويتك. ده التغيير اللي مستنيك دلوقتي. فاضل سؤال واحد بس، هل أنت مستعد تدخل في البرد وتبقى أقوى شخص عرفته في حياتك؟ إجابتك هتحدد مستقبلك.